اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. صباح الخير وصباح السعادة وصباح كل حاجة حلوة على عينيكم. الفيديو ده معمول صراحة من عيد الأم كده. فأنا اتأخرت شوية في إن أنا أنزله، برضو زي ما قلت لكم كان عندي برضو في مشكلة كده في القناة، فبحاول أعمل فيها يعني. المهم الحمد لله يعني ايه خلصته كده وقلت انزله النهارده وبكره انزل لكم الفيديو اللي عملته في اول يوم رمضان في اول يوم رمضان وكده، وكل سنه وانتم طيبين. عملت ايه هنا بقى النهارده؟ انا هعمل تورتايه لعيد الام مقاس 22. مقاس 22 ما شاء الله عادي بتكفي، ممكن تكفي 12 فرد معاكي، كويسه قوي، وحجم القطعه حلو قوي. هعملها في صينيه، مش هعملها في صاج ونعمل الكلام ده كله، لا. تعالوا بقى نشوف انا حطيت ايه هنا. المقادير زي كالآتي، يعني زي ما هقول لكم اهو: 5 بيضات، معلقة ونص محسن جل، نص كوباية سكر، نص كوباية مية ساقعة، اللهم صل على سيدنا محمد. هحط كمان معلقة خل كبيرة. هنيجي بقى للمواد الجافة اللي هي عبارة عن الدقيق. هحط كوبايتين إلا ربع دقيق وهشيل منهم معلقة. كوبايتين إلا ربع دقيق وهشيل منهم معلقة دقيق، عشان هحط مكانها كاكاو. حطيت عليها معلقه الا ربع بيكنج باودر، يبقى كوبايتين الا ربع دقيق، معلقه الا ربع بيكنج باودر. ضربت كله في المضرب. بعد ما ضرب شويه نزلت بمعلقه كاكاو كبيره مكان معلقه الدقيق اللي احنا شلناها لو تفتكروا. ماشي. وانا هنا مشغله الفرن على درجه حراره 160. خلي بالك انتبهي بس لدرجه الحراره في الصواني بالذات، او لما بنكون بنعمل الكيك في حله او في صينيه، مش في صاج. اتضرب لحد ما بقى بالقوام اللي انتوا شايفينه ده، بقى عبارة عن زي الكريم شانتيه كده، في لمعة وفي نفس الوقت ناخد نفس قوام الكريم شانتيه. حطيته في الحلة اللي هي الحلة دي مقاس 22. حطيته في الحلة ودخلته الفرن، قعد 45 دقيقة. بعد 30 دقيقة ببص عليها واختبرها بالخلة. ما شاء الله، بصوا شفتوا ما شاء الله طلعت عاملة ازاي. ما شاء الله هشة جدا، عالية جدا، اللهم بارك. شايفين شكلها كمان ما شاء الله. هقطعها على رقم 8 في المنشار. ما شاء الله هتتقطع معايا كام راق بقى. بصوا 4 رقات، يعني مش 3 لا 4. ادي واحد هناك اهو، ادي التانية ما شاء الله بصوا، وادي التلاتة اهو. شايفين ما شاء الله هش ازاي من جوه ما شاء الله. ده بقى الوش ده اللي انا شلته كده بالمنشار اهو. وادي ما شاء الله الرابعة. 4 رقات. بما اني طبعا هي التورتايه مطلوبه وانا قايله لها على سعر معين، فانا هعملها 3 رقات بس. عشان لو زودت الرق الرابع هضطر ازود كريم شانتيه، وكريم شانتيه اللي انا بجيبه ماركه ريتش، اسالوا عليه هتلاقوه اساسا غالي، يعني هو 240 جنيه الكيلو. فغالي بصراحه، ما اكدبش عليكم. فمش هحط الطبقه الرابعه. خلصت هنا خلاص الكيك. هنحط بقى هنا، حطيت كوبايتين كريم شانتيه، حطيت عليهم معلقتين كبار كريم باستري، حطيت عليهم هحط عليهم كمان 3 كوبايات ميه متلجه. بصوا التلج في قلب الميه اهو. اصل انا مش بحط ازايز ميه في التلاجة، ما اكدبش عليكم، بحط على طول قوالب الميه، قوالب التلج دي، فبفككها على طول، يعني مش هكذب عليكم يعني. الصيف بقى ان شاء الله نحط بقى ازايز بقى. حطيت 3 كوبايات ميه متلجه. حطيت كمان نص كوبايه سكر، ضربت كويس قوي في المضرب. اللهم صل على سيدنا محمد. اللي عاوزاها الكريمه بتاعتها بيضه، والكيك نفسه بالشوكولاته، يعني عايزه الكيك بالشوكولاته والكريمه بتاعتها تبقى بيضه. عشان كده انا عاملاها كريمه بيضه مع كيك الشوكولاته. خلاص هنا جبت القاعده دي 22، دي مقاس القاعده دي مقاس 26 افتكر. حطيت عليها كده حته كريم شانتيه عشان تثبت معايا الكيكايه. وحطيت هنا، عملت انا هنا في الطبيعي عملت السيرب العادي اللي هو ميه بسكر يعني بليمون. كوبايه سكر، كوبايتين ميه، عليهم عصره ليمونه، غليوا 10 دقايق على النار. بعد ما غليوا 10 دقايق طفيت عليهم 10 دقايق او كمان 5 دقايق، يعني السيرب ده بيبقى خفيف جدا. ماشي. اللهم صل على سيدنا محمد. بعد ما غلي ال5 دقايق على النار مثلا، طفيت عليه لحد ما برد خالص وبدات استعمله. حطيت هنا، بدأت هنا بقى خلاص احشي التورته. حشيت اهو بالكريمه البيضه. طبعا ما ان هي عايزاها كريمه بيضه، فانا ما ينفعش احط لها جناش مثلا مع الكريمه البيضه. هي عايزه الكريمه ما تبقاش بشوكولاته، فمش هينفع احط جناش زي مثلا ما كنا بنحشي بشوكولاته بكريمه الشوكولاته مثلا، ونحط فيها جناش بتديها طعم اغنى. فلكن هي هنا عايزاها تكون الكريمه بتاعتها بيضه خالص، فما حطيتلهاش اي حاجه.
بدأت هنا دي الطبقة التانية، ما شاء الله شايفين الطبقات ما شاء الله يعني الارتفاع بتاعها ما شاء الله عامل ازاي، ما شاء الله اللهم بارك. جميل اللهم بارك. هنا برضو بسقي كل طبقة اهي. الحرف بتاع التورته عندي طري جدا ما شاء الله. فمش هقطعه، يعني عارفين لما بلاقي الحروف معايا ناشفه شويه لا بشيلها. لكن الحرف هنا طري جدا، طري لدرجه ان هو يعني واخد طراوه الكيك نفسه اللي جوه. فبالنسبه لي انا مش هشيله، هجلس كده عليه على طول. لكن لو الحرف ناشف شويه هنبدأ نشيل الحروف ونظبط التورتايه برضو. لكن هو مش محتاج بصراحه، ما اكذبش عليكم. هنا انا عملت ايه؟ هنا انا خدت بس خدت هنا حته كريم شانتيه مش كتيره. هبدأ بس ايه اجي اعمل لها ايه تبطينه الاول، عارفين تبطينه كده اهي، حاجه بسيطه. وهسيبها شويه كده تجمد معايا شويه، وبعدين هرجع. بصوا جبت الكريم شانتيه بقى، بدات احط تاني اهو. لما بقى لاحظت لما ببطل التورتايه وبعدين اسيبها شويه بالتبطينه بتاعتها، ده لما بيكون عندنا وقت. يعني لو انت عامله التورتايه دي براحتك، لما بتبطنيها مثلا وتيجي بعد كده تجلسيها او تبداي تجلسي فيها، بعد ما بتبطنيها وتسيبيها تجمد شويه، تيجي تجلسي بيبقى التجليس سهل جدا، بيبقى التجليس ناعم جدا معاكي. ما بياخدش وقت وبيخلص على طول ما شاء الله. انا بطنتها هنا، مش عارفه انا بطنتها ليه، بس يعني انا قلت لا التبطينه هتديني ملمس احلى يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. بدأت هنا كده اظبط بقى كده السطح بتاعها اهو، واساوي كده السطح بتاعها، وبالسكرابر المشرشر بدأت اعمل اديها كده ايه الشرشرة بتاعتها دي اهي. هبدأ كده ألم كده لجوه، واظبط كده التورتايه. زي ما قلت لكم هنا انا مستعمله بس 3 طبقات عشان طبعا التكلفه بتاعتها. هاخدها بقى امسح بس البورد كده بمنديل، واحطها في الفريزر تجمد بقى معايا. لازم تجمد معاكي، يعني تورتايه لما تشتغلي فيها لازم تكون جامده معاكي. بعد ما جمدت هنا معايا، انا جبت الشوكولاته اللي انا جايباها دي بالحليب. هجيب بس المبشره، وهبشر هبشر بقى قطع حلوه كده كبيره يعني. ماشي. هجيب المبشره التانية. اللهم صل على سيدنا محمد اهي. بصوا بشرتها بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهبدأ كده والتورتايه ساقعه اخد من الشوكولاته، وابدأ احط في جوانب الكيكايه بنفس الطريقه كده، واحده واحده يعني، فاهمين؟ ما حدش بيجري ورانا. نعمل الشغل كده بمزاج عشان يطلع حلو. اللهم صل على سيدنا محمد عليه السلام. طبعا لو وصلتي بقى لحد هنا، اعملي وعجبتك القناة اعملي اشتراك فيها، فعلي زر الجرس عشان اي جديد انزله على طول يوصلك اشعار بيه. واللايك بيرفع الفيديو فما تنسوهوش يعني يا قلبي. اللهم صل على سيدنا محمد. هنا طبعا معايا الكريمه البيضه اللي باقيه. جبت هنا التيب بتاع البيتي فور. انا بحب قوي قوي يا جماعه اشتغل بالتيب ده، بيدي شكل حلو قوي في التورت اللي زي دي على الاخص يعني. بدات اعمل روزيتات هنا كده عليها، بس ايه الروزيتات ماسكه يعني ايه. بصوا جنب بعضها مش سايبه بينها فواصل خالص. طبعا هنا انا كنت عندي بقى الجناش ده اللي احنا قلنا عليه عباره عن مثلا 100 جرام. مثلا يعني انا هديكي مثل 100 جرام شوكولاته يتحط عليهم 50 جرام حليب، بس الحليب يكون سخن قوي بيغلي، وتقومي حاطه الشوكولاته مدوباها في قلب الحليب. حطي عليه معلقه زيت عشان يديله اللمعه اللي انت شايفاها دي. هنا كنت عاملاه طبعا وكان برد. بس ما كانش بارد قوي علشان هو بيجمد، يعني هو بيتقل، فانا عايزاه يبقى سايل عشان لما اجي احطه على التورتايه وابدا اميل بقى التورتايه كده شويه، يعني اميل التورتايه كده وكده يبدا يتوزع معايا كويس. ما يبقاش انا مش عايزه احتاج معلقه ان انا اوزع بيها الجناش. واخدين بالكم؟ كمان التورتايه لما تكون ساقعه بيخلي الجناش يجمد بسرعه. بصوا اديني ماسكه كده التورتايه، ببدا اوزع الجناش كده ما شاء الله زي ما انتم شايفين. ايه رايكم بقى؟ ما شاء الله. هجيب نفس التيب اللي انا اشتغلت بيه فوق، وهعمل بقى برضو هاخد هعمل عليها كده من تحت، هعمل لها اطار كده من تحت بنفس التيب ده ما شاء الله. عايزه اقول لكم تحفه 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 يعني. عملت فيها هنا شغل وهغيره، هتشوفوا ازاي دلوقتي انا هغيره معاكم يعني. عملت خلاص كده خلصت الاطار بتاعها من تحت. بصوا ما شاء الله شكلها تحفه قوي، اللهم بارك، حلوه قوي يعني. هنا كان بقى ده ورد. بصوا الورد ده كان عاجبني قوي يعني.
الورد ده كان شكله شيك قوي وعجبني، ولونه كده هادي يعني دخل دماغي قوي. فقلت طب احطه كده في التورتايه بمناسبه، لانه بمناسبه عيد الام، طب احطها. حطيت، المهم حطيت روزيتا، حطيت على روزيتا الوردة دي، وحطيت على روزيتا تانية واحدة كريز. ده في الأول. هنا من جوه كنت عاملة شوكولاتة قلوب، صبة شوكولاتة كده قلوب، وبدأت هنا أوزعها. أنا هنا بوزعها بس الأول عشان أشوف برضو أنا هحط تاني، بس عايزة التوزيعة تبقى مظبوطة يعني بصوا أنا كده بين كل واحدة وواحدة هحط كمان بصوا أهو. يعني بصوا بين كل واحدة واحدة كمان حطيت حطيت قلب كمان شوكولاتة اهو، عشان يبقى يدي منظر احلى. بس كنت الاول بظبطها، يعني بظبط المسافات. ما اكدبش عليكم، طبعا بعد ما خلصت حسيت ان الورود اللي انا حطاها، الترانسفير ده اللي انا حطاه، لا مش حلو في التورتايه دي. طبعا صبيت كمان شوكولاته بيضه اللي هي هابي بريزيدي ماما، يعني كل سنه وانت طيبه. طبعا كل عيد ام وكل ام يا رب طيبه يا رب. فكتبت يعني اختصار هابي بريزيدي اللي هي ماما. وبعدين شلت بقى الترانسفير اللي هو على هيئة الوردة دي، من شكلها حلو قوي يعني ورقيق خالص كده، بس شلته لاني لقيت الاحلى ان التورتايه يعني من غير التورتايه، من غيره التورتايه اشيك واحلى وارق. فاهميني؟ فهتشوفوا دلوقتي انا لما اشيله هيبقى هيبقى عامل ازاي. كتبت هنا ماما او مام، وهحط كده بقلب تحت. قولوا لي بقى ايه رأيكم، ما شاء الله في التورتايه الجميله دي. واديني شلت، بصوا انا كده شلت هشيل بقى الورود دي. بصوا انا شلتها، قولوا لي ايه رأيكم، كده احلى ولا الاول احلى؟ انا شايفه ان كده احلى بصراحه. يا رب الفيديو يكون عاجبكم، اشوفكم ان شاء الله على خير وسعاده وسلامه، مع السلامه وباي باي.